اهلا وسهلا بكم معانا في قناه كودنج بايبل. النهارده هنتكلم عن الماتشر او اليو ار ال ماتشر في الانجولار راوت. اللي هو ايه بقى؟ فاكر في الفيديو رقم 55 اللي اتكلمنا فيه عن الوايلد كارد، وقلنا ان ممكن تعمل وايلد كارد في التشيلدرن زي ما احنا عاملين هنا في التشيلدرن بتاعه البرودكت. تمام، بس كان عندنا مشكله، وهي انك لو كتبت الوايلد كارد بعد دايناميك راوت زي ده هتلاقي ان الدايناميك راوت بلع الوايلد كارد. يعني ايه بلع الوايلد كارد؟ يعني اي باص هيجي بعد برودكت سلاش هيخش على الاي دي وعمره ما هيوصل للوايلد كارد. وقلنا حل المشكله دي ان احنا نستخدم ماتشر، هنا كده ماتشر او جارد. واحنا النهارده هنشوف ازاي نحل الموضوع ده بالماتشر. بس الاول تعالى نشوف ايه هو الماتشر عشان نفهمها. لو دخلت على الماتشر هتلاقي ان الماتشر ده عباره عن يو ار ال ماتشر او نوعه يو ار ال ماتشر. لو دخلت عليها هتلاقي اليو ار ال ماتشر عباره عن سيجمنت او عباره عن فانكشن. الفانكشن دي فيها 3 انبوتس، سيجمنتس وجروب وراوت. احنا مش هنتكلم عن الاثنين دول لان دول حالات متقدمه شويه، مش هنتكلم عنها دلوقتي. اما هنتكلم عن السيجمنتس اللي هي 99% من الاستخدام بيكون عليها. والفانكشن دي بترجع يو ار ال ماتش ريزلت او نل. واليو ار ال ماتش ريزلت دي عباره عن اوبجكت من تو بارامترز الكونسيومد والبوث بارامز. ما تقلقش هنفهم كل ده. انا عارف ان في حاجات كتير بالنسبه لك دلوقتي مبهمه، انت مش فاهم حاجه، بس ما تقلقش هتفهمها وهنشرحها كلها النهارده. طيب الاول تعالى نطبق الماتشر ده على المثال بتاعنا. انا هدفي ايه دلوقتي من الماتشر؟ انا هدفي ان انا عندي باص اسمه اي دي اللي هو ده، وده عباره عن برام دايناميك باص يعني. اوكي، وعايزين ان احنا لو حد دخل برودكت اي دي غلط، او بمعنى صح خلينا نقول مش بالشكل الصحيح، ما يروحش على الاي دي ويروح مباشره على البرودكت نوت فاوند كومبوننت. يعني اصلا الانجولار ما يفتحش البرودكت ديتيلز كومبوننت. طيب هنعمل الماتشر ده ازاي؟ بص يا سيدي، غالبا ان الشركات لما بتيجي تعمل اي دي لبرودكت او حتى اوردر بيبقى الاي دي ده ليه نمط معين او شكل معين. ممكن مثلا يقول لك انا هعمل الاي دي عباره عن رقم، يعني ارقام بس ايه طوله 6 ارقام. يعني ممكن مثلا يكتب 000 مثلا 1 وات ايفر. يعني ممكن حد تاني يقول لك احنا هنعمل حرف واربع ارقام وحرف. فاحنا هنعمل ماتشر عشان يشوف الاي دي ده لو بالنمط المناسب ده اللي عايزاه الشركه يبقى تمام يفتح البرودكت ديتيلز. مش نفس النمط او النمط بتاعه غلط او شكله غلط، يبقى ايه يحول على طول على البرودكت نوت فاوند. لان خلاص لو ده مش هيماتش اي حاجه يبقى اللي بعده هيكون مين؟ الوايلد كارد. طيب تعال نكتب بقى ايه الماتشر الاول عشان تشوف. تعال نكتب هنا كونست، نكتب مثلا برودكت اي دي ماتشر. اوكي، وتعال نكتب التايب بتاعه يو ار ال ماتشر. هنقول ان هي عباره عن فانكشن ليها انبوت اللي هو اسمه array، وتعمل كده عايز تكتب ان النوع بتاعه عباره عن يو ار ال ماتشر ريزلت اور نال زي ما هو كاتب، مفيش مشكله. بس طبعا هو هنا مديك ايرور عشان احنا لسه اصلا ما عملناش ريتيرن لاي حاجه. هنيجي هنا هنعمل كونديشن، هنقول له ان اليو ار ال دوت لينس لازم يبقى واحد، وهتفهم ليه بعد شويه. خد بالك ان اليو ار ال دي النوع بتاعها يو ار ال سيجمنتس array. هنيجي بعد كده هنقارن شكل الاي دي ده ازاي. هنيجي نقول له هنعمل ريجكس، هنقول له ان الريجكس ده المفترض يبدا بحرف. ده احنا هنمشيها كده، احنا اللي هو حرف واربع ارقام وحرف. يعني العلامه دي معناها ان بدايه السترنج تبقى من اللي هيجي بعد كده، اللي هو هنا هقول له حروف كابيتال او سمول. بعد كده هقول له ان هبقى محتاج عندي ديجيت او يعني ارقام، اللي هي هتبقى عباره عن سلاش دي معناها ارقام. هنقول له عدد الارقام دي لازم يبقى 4. بعد كده هحدد له ان انا عايز حروف تاني زي ما هو كاتب كده تيست يو ار ال دوت باس، ماشي زي ما هو عامل بالظبط كده، بس هنمسح دي. بعد كده هقول له لو الكونديشن دي صحيحه يبقى هنعمل ريتيرن لمين؟ لل URL string matcher. فهنعمل كده، بس طبعا مش مستاهل السلايد دي، هقول لك ليه بعدين. هنحط URL فقط، وهنعمل هنا البوث برامز اي دي، وهنكتب اليو ار ال 0. او لو الكونديشن دي ما اتحققتش هنرجع ايه؟ ريتيرن نال. تمام كده، وهنيجي نطبقها هنحط البرودكت اي دي ماتشر كده تمام. هل كده صح؟ لا مش صح. ليه؟ ان احنا لازم نشيل الباص خالص. هتقولي طب انت شلت الباص ليه؟ هقول لك الاثنين ما ينفعوش يستخدموا مع بعض. هتقول بس احنا حاطين الباص عشان بنحدد فيه اسم البرامز اللي هو اي دي، عشان لما نخش على البرودكت ديتيلز كومبوننت هنا بكتب هنا انبوت اسمه اي دي عشان امسك الفاليو بتاعت الاي دي من الراوت. صح كلامك مظبوط، ما عنديش اي مشكله في انت بتقوله. بس ما تقلقش احنا كده جوه الماتشر بنحدد اسم البرامج اللي هو اي دي، حددناها هنا ما تقلقش. اوكي، يعني الاسم ده ممكن تحط زي اي حاجه زي ما انت عايز، دي يعني مكان البرام يعني. تمام، بس الاول خلينا نشوف احنا كتبنا ايه.
نفهم كويس احنا عملنا ايه. زي ما قلنا احنا هنا عملنا اليو ار ال دوت لينس ايكوال واحد، يعني لازم يكون الاري دي طولها واحد، وهنفهم ليه. وبعد كده بنتاكد ان السترنج بتاعه الباص اوكي لازم تبدا بحرف كابيتال او سمول، وبعد كده 4 ارقام، وبعد كده ايه حرف كابيتال او سمول. لو الكونديشن دي كانت مظبوطه بنرجع الكونسيوم يو ار ال او السيجمنت اللي احنا استهلكناها، وما تقلقش هتفهم يعني ايه كونسيوم سيجمنت. وبعد كده حطينا البوست بارامتر، ما تقلقش هتفهمها دلوقتي يعني ايه. عايزك تفهم يعني ايه كونسيوم سيجمنت او سيجمنت كونسيومنج في الانجولار راوت. عشان تفهم ده تعالى بقى ناخدها بمثال واقعي شويه. بص يا سيدي، افترض ان هي دي الراوتس اللي عندي برودكت، عندي ليه تشيلدرن من ضمنها الماتشر بتاعنا، وعندي هنا هنفترض ان في تشايلد او في تشيلدرن للبرودكت ماتشر او للباص ده في باص اديت. الانجولار بيعمل ايه بالظبط؟ الانجولار بيعمل زي ما هقول لك كده بالظبط. شوف الباص عباره عن ايه، بيعمل منها ايه، بيعمل منها اليو ار ال سيجمنت زي ما انت شايف، يعني بيعمل منها اري اوف سيجمنتس، تمام، بيفصل كل جزء لوحده، تمام. بعد كده بيعمل ايه، بيمشي على كل الباصز لحد ما هيدور الاول على باص اسمه برودكت السيجمنت الاولانيه. لو لقيه تمام حلو قوي، طب بعد كده بعد ما بيلاقيه بيعمل ايه، بيبدا ينشئ البرودكت باص والكلام ده كله، وبيحذف البرودكت من الاري بتاعه السيجمنت. طيب بيجي بعد كده ايه، هو كده متاكد خلاص ان الباقيين عباره عن تشيلدرن او جوه التشيلدرن بتوع البرودكت، فيبدا يدور على باص في التشيلدرن بتاعت البرودكت في الاي دي ده، تمام. هيلاقي عنده برودكت اي دي ماتشر، هيخش فيه هل هي بتطابق ولا لا. لو بتطابق تمام معانا يبقى ايه، هيخش في الجزء ده وهيحذفها من اليو ار ال سيجمنت. جه بعد كده ليه اديت، هيخش هو كده متاكد ان الاديت ده عباره عن باص داخل الباص اللي فيه ماتشر، هيلاقيها هيطبقها وبعد كده يحذفها وخلاص. يبقى كده ايه، ما عنديش سيجمنت ثاني، يبقى انا كده خلاص وصلت، يبقى هو ده الباص النهائي. انا هنا في الكيس بتاعتنا ما عنديش الاديت، فبالتالي عندي ايه لحد هنا بس. فبالتالي انا متاكد لما انا اوصل عند مرحله الماتشر اللي انا فيها دي، انا متاكد ان ما عنديش برودكت وعندي ده بس. فبالتالي انا متاكد ان اليو ار ال سيجمنت هي عباره عن سيجمنت اوف لينس واحد. عشان كده انا هنا حطيت اليو ار ال مباشره عادي جدا، ما عملتش سلايس ولا قطعتها ولا اي حاجه، ان هي واحده اصلا طولها واحد، يعني الري لينس بتاعها واحد. انا متاكد ان هي كده. اللي بيعملوا الانجولار بقى هنا كل ده اسمه ايه، اسمه سيجمنت كونسيومنج، يعني السيجمنت اللي انا بعمل لها ماتش وبحذفها اسمها تم استهلاكها consumed، تمام. فبالتالي انا هنا لازم في الماتشر بتاعي، انا دلوقتي اللي بعمل ماتشنج، فبالتالي هنا في الماتشر بتاعي يعني انا هنا اللي بكتب الماتشر المفترض يمشي ازاي. يعني انا بعمل ماتشنج كاني بعمله بنفسي بايدي، فبالتالي لازم اوضح للانجولار خد بالك انا استهلكت كام سيجمنت من اليو ار ال سيجمنتس اللي عندك، عشان هو لما يجي يكمل بعد لو اتبقى سيجمنتس يبقى عارف خلاص ان دول اتحذفوا مش هعمل حسابهم وهكمل من بعديهم. تاخد بالك من النقطه دي، تمام. وعشان كده احنا هنا زي ما قلنا اليو ار ال انا متاكد في الكيس بتاعتي انا بالتحديد عندي اليو ار ال طولها واحد، عشان كده انا هنا متاكد او حطيت في كونديشن لازم يبقى اللينس طوله واحد، لان ممكن واحد يجي يستظرف ويعمل مثلا سلاش ويكتب اي دي وبعد كده سلاش تاني ويكتب اي حاجه تانيه، فبالتالي انا ما اعرفش الكلام ده. بالنسبه لنا ده حاجه مش موجوده عندنا، مش موجوده ضمن التشيلدرن بتاعت البرودكت، ممكن تبقى في حته تانيه. فبالتالي لازم احدد له ان الماتشر ده انا متاكد ان مفيش فيه تشيلدرن جوه، يبقى لازم اللينس بتاعته عشان يتفتح لازم يكون اللينس بتاعت اليو ار ال سيجمنتس بواحد. طيب ايه هي البوست برامز في اليو ار ال ماتش ريزلت؟ فاكر لما انت سالت على ازاي هحدد اسم البرام لو شلنا الباص واستخدمنا ماتشر مكانه؟ هو بقى هنا اللي هتحدد فيه اسم البرام. عشان كده كتبنا اي دي وادينا له القيمه اللي جايه في السيجمنت من اليو ار ال زي ما كان بيعمل الانجولار. بمعنى اوضح، لما كنا بنكتب الباص بنديله برام اسمه اي دي، فاحنا كنا بنقول للانجولار اعمل لنا برام اسمه اي دي. اما انا هنا انا اللي عملت البرام بنفسي واديت له الاسم بنفسي. طيب تعالى بقى نجربهم مع بعض، هل عايزين نشوف هو شغال ولا مش شغال. انا هنا في البرودكت ديتيلز محدد او عامل الاي دي زي ما احنا ماشيين بيها، حرف 4 ارقام حرف، وادي الاي دي اهو سايبه زي ما هو. وتعالى نجرب هل هيشتغل معانا ولا لا. ولو انت كمان عايز تتاكد فعليا ان اليو ار ال طوله واحد، تعالى نكتب هنا مثلا كده، حط كونسول دوت لوج يو ار ال عشان ايه يبقى انت متاكد ان احنا شغالين فيه ده صح ولا غلط. وتعالى نشوف مع بعض. لو انا جيت هنا كتبت او دوست على برودكت وبعد كده مثلا عملت فيو، جابها شغاله عادي جدا. تعال نشوف الكونسول كاتب لنا فيه ايه. اوكي زي ما انت شايف طولها واحد، مفيش فيها غير ايه، هو الباص بتاعنا اللي هو ده. نيجي بقى لأهم سؤال. واحد ممكن يجي يقول لي طب ايه هي فايده اليو ار ال ماتشر؟ ايه فايده الماتشر اساسا؟ ما انا شايف انه ملوش لازمه، ما انا كده كده الانجولار بيخش جوه البرودكت ديتيلز
وبمسك الاي دي هنا اهو. يعني انا هنا عادي جدا ممكن في الان جي اون نت اعمل الجزء بتاع الريجكس اللي انت عامله ده، ولو كان مش مطابق للشكل اللي احنا عايزينه نحوله مباشره للبرودكت نوت فاوند كومبوننت ورايح دماغي. ليه بقى الوش اللي انت عامله ده؟ انا ماتشر مش ماتشر وتدينا معلومات على الفاضي. هقول لك ليه فايده مهمه جدا، وهي تحسين الاداء. هتقول لي ازاي يعني؟ تعالى بقول لك. دلوقتي لو انا همشي على كلامك في ان انا هستنى لحد ما اخش جوه البرودكت ديتيلز عشان امسك الاي دي واعمل تشيك على شكل الاي دي، هرجع واقول لك ما هو ده معناه ان الانجولار هيعمل كرييشن للراوت من اول وجديد، يعني هيمشي كل مراحل الكرييشن. مش بس كده، ده هيعمل اوبجكت من الكومبوننت، وده معناه انك انت بتستهلك رامات لانه هيمشي خطوات كتير على الفاضي ملهاش لازمه، وكمان هتستهلك ميموري. وعامه لما تستهلك بروسيسور ورامات على الفاضي بدون داعي، ده معناه كده بتقلل الاداء. لكن انت لما تستعمل الماتشر اللي هيحصل ايه بقى؟ الانجلر من البدايه هيشوف لو الاي دي، لو اليو ار ال ده هو اللي انت عايزه ولا لا. لو مش هو خلاص بقى هيمشي، مش هيفكر يعمل كريشن ولا يمشي مراحل كريشن لانجلر راوت او للراوت يعني، ولا حتى هيفكر يعمل اوبجكت من الكومبوننت ولا هيوجع دماغه. فبالتالي الموضوع هيبقى اسرع شويه. طيب هيجي واحد يقول لي ماشي كلامك مظبوط ومية مية، ويقتنعنا خلاص ان هو بيحل مشكله البرفورمانس او بيعلي البرفورمانس، ماشي. بس فكر معايا في الكيس دي. افترض انا عملت الماتشر اللي بيشوف الاي دي عباره عن حرف 4 ارقام حرف، ماشي. وجيت بعد كده انا دخلت له اي دي حرف 4 ارقام حرف بس اي دي غلط، يعني شكل اي دي مظبوط بس الاي دي ده مش موجود في الداتابيز. فبالتالي هو هيخش برضه على البرودكت ديتيلز وهيبعت للسيرفر، السيرفر هيقول له مش موجود، وبالتالي هيحوله برضه على النوت فاوند كومبوننت او البرودكت نوت فاوند كومبوننت. ما انت عملت من عندك، ما هو كده كده برضه هيعمل كريشن للراوت، برضه هيعمل الاوبجكت من البرودكت ديتيلز وعادي جدا مش فارقه. هقول لك صح كلامك مظبوط، والكيس دي عايزين نحلها. طب ايه حلها؟ حلها ان احنا نستخدم حاجه اسمها ريزولفر، او هنا لو جيت كتبت تكتب هنا ريزولف هتلاقي دي. هو ده الحل بتاع المثال او الكيس اللي انت بتقولها دي بالتحديد، بس هنتكلم عنها في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، ولو عندك اي سؤال ابعت لنا ما تترددش. شكرا جزيلا للاستماع.